عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده هنعمل رز بلبن باسرار المحلات كلها. النهارده بجد هنعمله بسر المحلات وهيطلع جميل جدا 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 لو كنت بتعمليه وتحس ان هو مش زي المحلات. لا، النهارده بقى هنقول سرين اتنين بس، مكونين اتنين هنشيلهم ونحط غيرهم. يلا بينا نشوف هنبتدي بايه. يلا بينا. اول حاجه كده معايا من الكوب المعياري اللي هو ربع كوب ده، حطيت منه 2 كوبين معياريين وغليت اللبن ونزلت بيهم فوق الرز وسبتهم من بالليل لحد الصبح، بيفرق معاكي جدا. وطبعا غليت اللبن بالليل وهدي معايا وحطيته في التلاجة. جمع القشطه بتاعته زي ما انتم شايفين، ده يعني لبن الله اكبر عليه بخيره. وهبتدي بقى احط اللبن في الحله اللي هسوي فيها الرز زي ما انتم شايفين كده. فضيت اهوت اللبانه، وهنا هفضي كمان الرز اللي كنت نقعاه في اللبن من بالليل لحد الصبح. بيفرق النقع، بيفرق اولا مش هياخد سوا معاكي كتير على البوتاجاز، وثانيا يبقى شارب كده من الحليب وطعمه حلو قوي. هنا حطيت معلقتين 2 صغيرين لبن بودر، هنا يعني براحتك، حابه تحطيهم مش حابه تمام، عشان في الاخر هنشوف كده هنعمل ايه تاني في الاخر. هنا حطيته بقى يعني ابتدي ان هو يفور، رحت مهديه عليه خالص النار. وهنا كان استوى معايا، شايفين؟ بصوا شايفين الرز منه لنفسه ما شاء الله متقل اللبن وزايد الله اكبر عليه وحاجه حلوه. هنا بقى حطيت السكر على قد ما اخد معايا، انا مرضتش اقول لكم على معيار السكر لان كل حد بيحب يعني التحليه دي حاجه معينه، وذره ملح طبعا. ممكن انا احب السكر زياده، حد يحب السكر خفيف، فالتحليه دي طبعا ترجع لك انت. هنا هاخد معلقتين كريم جانتيه وهاخد عليهم معلقتين لبن بودر. بس انا لو انت ما حطيتيش اللي هي المعالق اللي في الاول دي، حطي معلقتين لبن بودر. انا هنا حطيت معلقه كبيره كده لبن بودر، عشان انا حطيت في الاول وحطيت عليهم القشطه كده وهنزل بيهم على اللبن. على فكره مش شرط تحطيهم كلهم على بعض لان هي هتنزل في اللبن، فبالتالي القشطه هتفك واللبن والكريم جانتيه هيدوبوا زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى انا شلت وحطيت بدلهم، شلت الفانيليا وشلت النشا. هنا خليت الرز يعتمد على نفسه وهو اللي ينشي كده في الحله ويربط هو يعني يربط مكان النشا. لما انا اسيبه كده هسيبه هو يربط، يعني تهدي النار عليه. لما يستوي على نار هاديه هيفرق معاكي جدا وهو هينشي وهيربط. ما تحطيش نشا، النشا بتفرق في طعم الرز بلبن، بتودي طعمه في ناحيه تانية خالص. تعالوا بقى نصب مع بعض كده الاطباق. هنا بقى جبت 6 بولات اهو، وجربي مش هتندمي بجد، الطريقه دي هتعجبك جدا. طعم الرز بلبن طعمه جامد قوي وطعمه رهيب جدا، زي ما بتجيبيه من بره تحسي كده طعم اللبن باين فيه، وفي طعم حلو. يعني الطعم الحلو ده بيجي منين؟ ولا بيحطوا نشا ولا بيحطوا فانيليا. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص كده يعني رصيت الاطباق كلها وجبت شويه لوتس كده. هبتدي بقى اشكل كده الرز بلبن بتاعي، اجدد لهم كده واحللهم من الرز بلبن. بصوا بالراحه خالص لان طبعا الرز بلبن طري عكس طبعا الجاتوه التورته الكلام ده كله، فهتعامل بالراحه جدا ان انا اسوي اللوتس كده على الوش. شايفين؟ بالراحه جدا جدا، تعاملي بكل هدوء مع الرز بلبن. طبعا انا سبته يهدى شويه لان هو لو انا حطيته هو سخن طبيعي اللوتس هيسيح خالص على الوش. هنا بقى قلت اما اعمل كده خطوط يعني على الوش، مادام انا مش عارفه اتعامل قوي واساوي الوش، لان طبعا الرز بلبن بيبقى طري جدا كلنا عارفين كده. او منها كمان غيرت شكل اللوتس، ومنها مش عارفه اتعامل قوي بصراحه. هنا بقى كنت مقطعه شويه كيوي، وهنا عملت الفراوله الحشوات. ان شاء الله ينزل لكم الفيديو بتاعها بكره باذن الله. طريقه سهله وجميله وبسيطه خالص، بدل ما هنروح نجيب من بره يعني كميه بسيطه قوي وغاليه قوي. زي ما انتم شايفين اهو، هنزل لكم ان شاء الله الفيديو. وهنا احط بقى شويه موز كده وكيوي، هعمل لهم رز بلبن يعني النهارده مشكل فواكه بقى ولوتس، وهنشوف هنعمل ايه تاني. حطيت لهم كده كيوي. ده كان عندي بصراحه الكيوي والموز ده، يعني انا لو ما كانش عندي كنت هكتفي بالفراوله الحشوات اللي عملتها دي. وهنا بقى جبت فستق اللي هي زبده الفستق، وكده شكلت بيها. رهيبه، هي غاليه بس رهيبه بصراحه، رهيبه في طعمها وفي تشكيلها كده جميله. وهنا كان عندي شويه بندق كده كسرتهم وقلت اما ارش كده شويه على الوش. اي نعم ملهوش علاقه بالفستق خالص، بس انا حبيت احلي من شكل الطبق. وهنا كسرت كده شويه بسكوت لوتس كده ورشيتهم على الوش. وهنا كانت النهايه سعيده. شايفين شكل الرز بلبن؟ تجديد تجديد تجديد. يعني لو اولادك مش بيحبوا الرز بلبن بجد هتعجبهم قوي الطريقه دي، امشي عليها مش هتندمي. وشيلي المعلقتين وحطي بدلهم المعلقتين الجداد بتوعنا، هتعملي رز بلبن احسن من المحلات. يا رب تكون حلقه لطيفه وظريفه وعجبتكم. متنسونيش في اللايك. سلام.